السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي بقى نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى أنا جيت أعمل الفراخ دي. أنا شفت طرق كتير فقلت بقى أسبق على الطريقة ديت وأجربها ايه معاكم. فجبت كده الفراخ البانيه، قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، وايه بقى هضربها ايه في الكب. قلت بدل بقى ما نشتريها من برا فقلت أجربها، اللي هي فراخ الشركات. اديني ضربتها اهوت، وهنزل عليها بقى ايه مهروسة، وهنزل عليها بعد كده بالتوابل، بودرة بصل وبودرة ثوم. وهيكون ايه معانا، هننزل كمان بقى من مرق الدجاج وفيجيتار، ده بنجيبهم من عند الايه العطار. وهنضرب كل ده فين في الكب. هيطلع معانا بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعد كده بقى ايه هنشكلها ايه بايدينا ونحطها في التلاجة شوية. وبعد كده نجيب بقى ونجيب برضو الكريسبي ده من عند العطار، وتحط عليه شوية فيجيتار. وممكن تحطوا بقى ايه بصل بودرة وتوم بودرة، عشان يدي طعم برضو ايه من خارجي برضو. وادينا كده شكلته اهوت، حطيته بقى في التلاجة وطلعته. هحطه بقى هنا، وهجيب مية ساقعة متلجة هبله فيها واحطه ايه كده اهو. وايه بقى وتحطوه بقى تخزنوه بقى ايه في الفريزر. انا كنت بحط ايه طبقة وفوقيها كيس، واحط ايه طبقة ثانية. انا ايه جربته طلع معايا حلو مش وحش. والحبة الصغيرين دول طلعت معايا كمية. يا رب يكون ايه يكون عجبكم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وهنا وانا طلعت اهوت عندكم بالشكل ده بقى مع شوية بطاطس.